مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية جميع مستعملي الطريق بالمغرب إلى تأجيل السفر والتنقلات غير الضرورية، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية المرتقبة ابتداء من يوم غد الثلاثاء. وجاء هذا التحذير على إثر نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي صادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية، تتوقع أمطارا قوية أحيانا رعدية وتساقطات ثلجية، إضافة إلى رياح عاصفية قوية بعدد من مناطق المملكة. وأكدت الوكالة أن هذه الظروف المناخية الصعبة ترفع بشكل كبير من مخاطر حوادث السير، داعية السائقين خصوصا سائقي حافلة النقل العمومي وشاحنات نقل البضائع إلى مضاعفة الحيطة والحذر وتتبع النشرات الجوية قبل برمجة الرحلات. كما شددت على ضرورة التخفيض من السرعة، احترام مسافة الأمان، تفادي التجاوزات الخطيرة، والانتباه أثناء السياقة ليلا أو عند ضعف الرؤية بسبب الضباب أو الأمطار. وختمت الوكالة بلاغها بدعوة جميع المواطنات والمواطنين إلى الالتزام بقانون السير، معتبرة أن السلامة الطرقية مسؤولية جماعية لحماية الأرواح.